ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده حلقه قويه جدا جدا جدا. هنبدا بموضوع شيق جدا وهو البودكاست. احنا دلوقتي بقى في اداه جديده، الاداه دي من جوجل اسمها نوت بوك ال ام. الاداه دي بنقدر من خلالها ان احنا نعمل بودكاست كامل بالذكاء الاصطناعي. طيب ده هيتم ازاي؟ انت كل اللي انت بتعمله بتضيف بس تكست او ممكن تضيف اوديو، اي حاجه انت عايز تضيفها بتضيفها. هو بياخد الكلام بتاعك ده يحلله ويحوله لبودكاست كامل باكتر من لغه واكتر من لهجه. احنا النهارده هنتكلم على اللهجه المصريه، دي لسه حاجه جديده وحاجه تحفه جدا. فاول حاجه احنا هنكتبها نوت بوك ال ام. هندخل على اول لينك يجي لنا، اول حاجه في الويب سايت هيجي لنا بالواجهه الاماميه اللي هي دي. طبعا ده من جوجل وبيلت ويز جيميناي 2.0. تمام. وهو هنا حتى يعني الكلام اللي هو كاتبه لنا حتى يعني جميل جدا، بيقول لك ثينك سمارتر نوت هاردر. دلوقتي الاي اي، زمن الاي اي ان انت بقيت تفكر بس بهدوء، وبعد كده كل حاجه بقت بسيطه. يعني ده كده الفكره العامه بتاعتهم. طبعا احنا عايزين ندخل نجرب الويب سايت تراي نوت بوك ال ام. دخلنا على الويب سايت. طبعا انا جربته قبل كده في بروجكت شغال هنا، بس احنا هندخل اول حاجه هنا على كرييت نيو بروجكت. هنا دي اول حاجه بتجيلنا. احنا اللي بيجي لنا هنا ايه؟ ده كده اسم ده هنا نوت بوك ال ام، وده هنا ايه؟ بيقول لك اد سورسز. شوف بقى اي سورس انت عايز تضيفه. فاحنا مثلا عايزين نعمل بودكاست عن الاهرامات. انا كنت دخلت على شات جي بي تي وقلت له انا عايز بودكاست عن الاهرامات زي ما انا كاتب اهو، وهو جاب لي الكلام. انا كل اللي انا هعمله هاخد الكلام كله كوبي بيست على الويب سايت على طول. احنا عندنا اكتر من طريقه تقدر تضيف من خلالها السورس بتاعك اللي هو بتاع البودكاست. ممكن ان انت تختار فايل دراج اند دروب من عندك من على البي سي بتاعك او الديفايس بتاعك، ايا كان بقى، هو موبايل لابتوب اي حاجه. هنا بيسبورت البي دي اف والتكست والاوديو والام بي 3. يعني بيسبورت كل التايبس اللي احنا ممكن نستخدمها. وبرضو عندك سورس هنا مثلا حاجه انت رافعها على جوجل درايف دوكس او سلايدز، ولينكات ممكن مثلا لينك ليه ويب سايت او يوتيوب. انت بتاخد اللينك بتاع الفيديو وتحطه، وهو برضو يلخصه ويظبطه وياخد منه الموضوع ويعمل لك عليه بودكاست. وكوبي بيست هنا ممكن على طول تضيف التكست بتاعك. طيب احنا هنقول له ان احنا عايزين نضيف التكست زي ما هو هنا، ونقول له انسيرت. بيقعد بقى هو يحلل الكلام. جاب لنا هنا على طول اسرار الاهرامات العظيمه والتكست بتاعه. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي اديله هنا اي كلام انت عايزه، تمام، زي اللي احنا كتبناه، وتديله سند. هنا هيبدأ هو بقى ياخد الكلام ده ويجنريت بقى القصة كاملة. طيب اهم حاجه احنا هنسيبه بس دلوقتي يعمل التكست بتاعه ويجنريت البودكاست. اهم حاجه انت هنا في السيتنج الاوتبوت لانجوج بتاعتك لازم تبقى باللغه العربيه، عشان هي انا اول مره دخلت كان الديفولت بتاعها ان هي انجلش، فكان البودكاست اللي طالع بالانجلش. بس احنا لازم نغير للغه العربيه عشان الكلام يبقى باللغه العربيه. وانا كاتب له برضو في البودكاست، كاتب له في التكست بتاعي ان انا عايزها تبقى باللهجه المصريه. دي برضو اهم حاجه. يعني انت بتحدد له البودكاست انت عايزه يبقى بايه، اللهجه بتاعتك ايه، وبعد كده بتسيب بقى القصه زي ما انت عايز، او السيناريو يعني زي ما انت عايز. طيب بعد كده كل اللي احنا هنعمله جنريت. وممكن نشوف الكاستم بقى. انت مثلا عايز تقول للاي اي تركز على ايه بالظبط. يعني مثلا عايز مثلا تركز على السورس، على التوبيك، على الاودينس، اي حاجه انت عايز تركز عليها بتكتب له هنا انت عايز تركز على ايه بالظبط. احنا مش محتاجين ان احنا نركز على اي حاجه، احنا عايزين بس نشوف الشكل العام للبودكاست هيبقى عامل ازاي، الصوت، اللهجه هتبقى مظبوطه ولا لا. فكل اللي احنا نعمله بعد ما احنا خلاص شفنا الكلام ده هو جينيريتد خلاص، كل ده كده التكست اللي طلع او النص او الحوار اللي هيحصل بالظبط. احنا بعد كده هندوس على جينيريت. هنستنى شويه عبال ما يطلع لنا الاوديو بتاع البودكاست، وهناخده زي ما هو كده ونسمعه. كده البودكاست خلص. هنسمع مع بعض البودكاست شكله عامل ازاي. النهاردة هنغوص في موضوع من أكتر المواضيع إثارة، الأهرامات، وتحديداً الهرم الأكبر خوفو. خوفو بالذات ده قصة لوحده. هدفنا نفهم أكتر ليه الأهرامات دي مش مجرد مباني ضخمة وخلاص. دي شهادة على عبقرية وإيمان. أكيد هي أكتر بكتير من مجرد مقابر، دي بتجسد رؤية كاملة للعالم الآخر عند المصريين القدماء. طبعا انا عن نفسي الصراحه مبهور جدا بالاداه دي. بتطلع لك صوت. يعني انا اول مره اشوف اداه ذكاء اصطناعي يطلع صوت بالجوده دي وباللهجه المصريه. كان قبل كده كنت ممكن تيجي تستخدم اي اداه يطلع لك الكلام ملخبط والدنيا مش متظبطه، الحروف، النطق، اللهجه ما بتبقاش مصريه بالظبط. فاول مره يطلع بالنسبه لي، يعني اول مره احس او اشوف اداه بتطلع الجوده دي. الصراحه الاوديو حتى الصوت اللي طالع كويس جدا، كأنه متسجل في استوديو يعني احترافي.
فدي اداه قويه جدا الصراحه. انا اول مره فعلا ابقى مبهور باداه معموله بالاي اي وتطلع كونتنت كويس قوي كده. احنا برضو هنكمل كده نشوف البودكاست هيبقى عامل ازاي والقصه او الحوار هيكمل على ايه. بس السؤال الأهم دايما هو إزاي؟ بالظبط، حتة الإزاي دي هي اللغز الأكبر. بنتكلم عن أكتر من 2.3 مليون حجر، والرقم ده نفسه تقديري كمان. والحجر الواحد فيه كلام عن 2 طن ونص. بس في حاجات زي الجرانيت في غرفة الملك ممكن توصل ل 15 طن وأكتر. مظبوط، أرقام مهولة فعلا. وكل ده يعني في حوالي 20 ل 30 سنة بالكتير. إزاي ده حصل؟ إزاي أداروا مشروع بالضخامة دي؟ بص، دي نقطة مهمة جدا. النظريات كتيرة قوي، مش بس فكرة المنحدرات الخارجية سواء المستقيمة أو الحلزونية. دي أشهر حاجة بتتقال. تمام، بس في كمان كلام. طبعا المحتوى كله فعلا كويس جدا وهيساعد بقى ناس كتير. برضو احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ان احنا دلوقتي نعمل حوار كامل زي ما هو كده بالظبط ونركب بقى عليه فيديو. هيبقى حاجة احترافية جدا ان شاء الله. انا في الفترة اللي جاية او الفيديو الجاي احنا ممكن برضو نحاول ان احنا نكومبير ما بين مثلا النوت بوك الام او الاداة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي دي مع اداة تانية، بحيث ان احنا نطلع فيديو كامل بالاي اي واحنا ما تعبناش في اي حاجه، بحيث ان انت تبقى قاعد بتتفرج وبتسمع احلى بودكاست انت ممكن تشوفه طالع من ادوات الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. انا بتعب جدا في الكونتنت بتاعي فمحتاج دعمكم، فما تنساش اللايك والشير. قول لي في الكومنتات انت محتاج تعرف ايه عن ادوات الذكاء الاصطناعي في الحلقات اللي جايه. سلام.